السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا قمر؟ عامل ايه؟ وحشتني جدا من الحلقه اللي فاتت. طيب احنا هنا في حلقه جديده من حلقات رضي الله عنهم ورضوا عنه. عشان ربنا سبحانه وتعالى يرضى عننا ازاي. والحلقه اللي فاتت كنا بنتكلم في سؤال مهم جدا موجود جوه الفاتحه. هو سبحان الله، هو اللي يرجع لملك يوم الدين، يوم الدين مش مع دين، مع ايه؟ نلاقي ان اللي يرجع لملك يوم الدين، يوم الدين مش مع دين، معوش حاجه، واللي معوش حاجه هناك ما عرفش يشتري الجنه، واللي ما عرفش يشتري الجنه هناك هيتسوح في النار، ربنا يعافينا. وسؤال منطقي لازم يجي بعديها، هو انا راجع امتى؟ فانا ممكن ارجع دلوقتي حالا، اموت منك وانا بتكلم في الفيديو عادي جدا، مفيش اي مشاكل. فكل واحد يسال نفسه، هو انا معايا دين كفايه دلوقتي يكفيني هناك؟ عشان انا ممكن اخلص دلوقتي حالا. طب لو مش هيكفيني دلوقتي ديني هناك، اعمل ايه؟ اجيب دين. فانا بقى سمعته بيقول لي شويه كده من الناس اللي بتسمعني دلوقتي: ابن الابلسه، مين قال لك ان انا كنت عايز اجي؟ ما تقول لهم انا ما كنتش عايز اجي اصلا. اجي ليه؟ تيجي ليه وجنه ونار واعمل صح واعمل وحش ليه؟ انا ما اخترتش اجي. لا، انا لو كانوا خيروني كنت قلت مش عايز اجي. لا يا حبيبي، انا اسف، انت اخترت تيجي. والله اخترت. ايوه. طيب الله سبحانه وتعالى الخالق البارئ المصور الفاطر، عشان هو صاحب الكون كله، وعشان يبان صفة خلقه فخلقني انا وانت. وليه؟ عشان سبحانه وتعالى قادر انه يعمل كده. بس هل بنتكلم في اسماء الله الحسنى بعدين؟ كويس. يعني مش محتاجين دلوقتي نتكلم في الموضوع ده، بس هقول لك فين في المنهج انا وانت اخترنا نيجي. افتح معايا المنهج صفحة 173. كلنا افتح المصحف، المنهج ده هو المصحف. 173 سورة الأعراف الجزء السابع، في الآية 172 وال 173. ربنا سبحانه وتعالى يقول لك كده: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا قد أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. بص يا سيدي، ربنا سبحانه وتعالى القادر الخالق جابنا هنا عشان دي نعمة كبيرة قوي. وانا زي ما قلت لك المرة اللي فاتت ان احنا هنبدأ من تحت خالص. لا يا باشا، احنا هنقعد مع بعض شوية في البدروم، يعني هننزل خطوة تحت البدروم نجيب شوية حاجات ونطلع. فنعمة انك موجود دي نعمة كبيرة قوي، مش هنتكلم عنها دلوقتي. المهم ان انا وانت بعد ربنا سبحانه وتعالى اوجدنا وخلقنا في عالم اسمه عالم الذر. كنا لسه ما جيناش، بس كنا في ظهر سيدنا ادم. ربنا سبحانه وتعالى مسح على ظهر سيدنا ادم ونزل ذريته كلها قدامه سبحانه وتعالى. وساعدنا شلنا الامانه قصه موضوع الامانه ده نتكلم فيه وقت تاني. بس ربنا سبحانه وتعالى راح مشاهدنا على نفسنا: هنجيبكم الدنيا وهنشيلكم الامانه وانت اللي اخترتها. وربنا سبحانه وتعالى يقول لنا كده ان هو ربنا سبحانه وتعالى شاهدين يا رب؟ بلى شهدنا. وربنا سبحانه وتعالى يقول لنا كده ويقول لنا بعديها: ان تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين، عشان ما جيش لما ترجع تقول يا رب انا ما كنتش اعرف. لا انا مش فاكر الموقف ده، ادينا فكرناك في المنهج بس انت ما بتفتحوش. وفي ناس بقى مش هتقول بقى لا انا كنت نسيت، لا فربنا سبحانه وتعالى يعقب بعديها في الايه اللي بعديها: او تقولوا قد اشرك اباؤنا من قبل. يا رب يعني ابويا وامي دول ماليش دعوه، هم اللي اشركوا وانا بقيت زيهم، ربنا يعافيني ويعافيك. طب هم وحشين، انا مالي؟ فده مؤشر يقول لحضرتك ويقول لي ان انا وانت اخترنا نيجي. وساعتها بقى ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها. دي هنتكلم فيها في موضوع تاني. اللي بقوله يا صاحبي ان ربنا سبحانه وتعالى لما خلق لنا القران ونزله لنا وشرع لنا الدين الجميل ده، حضرتك ربنا سبحانه وتعالى قال لي وقال لك فيه كل حاجه من قبل اصلا انت ما تيجي. وانت قلت ايه من قبل ما انت تيجي؟ بس المشهد ده انت نسيته وربنا نسهه لنا.
مش عشان سبحانه وتعالى حاجه، لا، عشان هو كريم سبحانه وتعالى، عشان هو جميل سبحانه وتعالى، عشان هو حكيم سبحانه وتعالى. فالحكمه هنا تقتضي ان انا وانت نيجي هنا نمتحن في شويه حاجات، الحاجات دي ترجعنا تاني للمشهد الاولاني، عشان نفتكر ان انا وانت جينا هنا بارادتنا، وان انا وانت محتاجين نشيل الدين. شيل الحلقه دي، والحلقه الجايه هنتكلم ازاي انا وانت وجودنا هنا نعمه. في ناس كتير جالها السؤال ده، وناس كتير محتاجه تعرف المعلومه دي. فاستناني في الحلقه اللي جايه، عشان هنتكلم المره اللي جايه ازاي انا وانت هنا وجودنا ده نعمه كبيره جدا، نعمه قد العالم انت مش مصدقها وما تعرفهاش اصلا غالبا. اديني سربت لك الحلقه اللي جايه. اعمل شير وخلي الناس تشوف الحلقه دي، وهتوحشني الحلقه اللي جايه. بحبك يا قمر. السلام عليكم.